أن أقدم أحر التعازي إلى عوائل الشهداء الذين سقطوا من أجل الأهواز، من أجل كرامة الأهواز، من أجل عزة الأهواز، من أجل حرية الأهواز. أود أن أؤكد على نقطة: لا لليأس. الجهل واليأس هما أكبر أعداء القضية الأهوازية، ونحن نحاول أبنائكم في الخارج بصفة عامة بغض النظر عن تنظيماتهم أو توجهاتهم السياسية وما إلى ذلك، كلنا جميعا نحاول بأن نغير الوضع، نؤثر على الوضع الدولي حتى الأمور تتسرع بشكل أكبر. لماذا؟ لأن النظام لم يعد يتحمل أي نوع اعتراض في الداخل، لأنه هو الآن أصبح في مرحلة استعادة هيبته. الأنظمة الدكتاتورية المستبدة عندما تفقد شرعيتها الدينية أو شرعيتها السياسية أو شرعيتها الشعبية كما حصل بالنسبة للنظام الإيراني، تحاول أن تحكم فقط من خلال هيبتها. والنظام الإيراني الآن بعد ما خسر هيبته الدينية بسبب ولاية الفقيه، لأنه معظم رجال الدين حتى الكبار الشيعة يعارضون هذه البدعة، وبسبب فشل معظم مشاريع السياسية في الداخل، بسبب الأزمات السياسية اللي تحصل، الصراع الداخلي، الصراع على السلطة، الأزمات الاجتماعية، الأزمات الثقافية اللي موجودة في البلد منتشرة بشكل كبير، الأزمات الاقتصادية والمعيشية، كل ذلك تثبت بأن النظام فشل فشلا ذريعا، ولذلك لم يبقى له إلا أن يحافظ عن هيبته. نحن كنا ندعو إلى النضال السلمي حتى لا نعطي أي ذريعة يستعرض عضلاته. نمنح أي فرصة، نمنح أي ذريعة للنظام الإيراني أنه يواجه بالعنف جماهيرنا في الداخل. ولذلك نؤكد مرة أخرى على أن النضال السلمي هو أنجع الطرق لكسر هيبة النظام. هيبة النظام هي الوسيلة الوحيدة المتبقية له. يجب تكسير هذه الهيبة حتى يسقط بأسرع وقت ممكن. لا تغدرون بالقضية الأهوازية العادلة، إن قضيتنا آتية لا محالة، وسننتصر، سننتصر وسننتصر.